واحد ما لقاش عشة يتخبى فيها، والاخر عنده الاموال يبني وين بغى، يبني في الجبل، يبني في الوطا، يبني في الصحراء، يبني طرف البحر، وهكذا ويخليها للشيطان. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في اخر الزمان تكون بيوت للشيطان، الشيطان يسكنها. كما الان اللي رانا نشوفوا ناس يبنوا في هذه المنتزهات، يبنيها ويغلقها يقول لك ما يسكنها حتى واحد، حتى نجي نعقب فيها العطله. فهمنا كيف؟ ويجي يعقب فيها العطله نهار ولا يومين ويرجع، وكاين اللي يجيو يلقاو يسكنون فيها الجنون ويسكنوا. ما تقولوش ما يسكنوش، والله جالي واحد العام جالي يبكي هكذا قال لي سكنوني الجنون في الدار وراهم يضربوا لي الماء، راهي نلقاها زرقاء من جميع الجهات. فهمنا كيف؟ وتقول لها هكذا، تقول لها انا ولا انت في هذا الدار، الجنيه تقول لها. فهمنا كيف؟ والحمد لله ورينا له رقيه شرعيه دارها راحت عليه الجنيه هذيك، هو مازال الراجل حي. فهمنا كيف؟ ورينا له رقيه شرعيه دارها في داره، وربي سبحانه بعث عليه الشيطان هذيك وعشى الدار نتاعو، سكنت له فيها. لان الرسول يقول البيوت التي لا تسكن والتي لا يذكر فيها الله تبارك وتعالى يسكنها الشيطان. والان يا اخواني الكرام والله الجرائد والمجلات في اوروبا هذو في الكفره حايرين قصور، لانهم عندهم هناك اللوردات والبشوات هذو والسير والهاملتون، هذه ناس كبار اغنياء يبنوا قصور عظيمه في الجبال وكذا، وما يجيش لها غير مره في السنه ولا ما يجيش لها كذا، كي يجي يلقى الناس ساكنه وكل شيء جنون يسكنوها. يا اخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قال البيوت التي لا تسكن تسكنها الشياطين. هذه يا اخواني الكرام يبنون يتطاولون في البنيان، يصبح همهم هو المطاوله وليست البناء لكي يأوي الإنسان فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى لنفسه حجرات، وقد آوى نساءه إلى حجراته الشريفة.